أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: التعليم العالي. ملفات ساخنة يتولى عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد. مهمة صعبة وسط مجموعة من التحديات الكبرى التي تعترض قطاع التعليم العالي في المغرب. من بين الملفات التي تتطلب معالجة سريعة وعميقة أزمة طلبة الطب التي استمرت لأكثر من 10 أشهر، مما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة. تشمل أبرز التحديات الأخرى مشكلة الاكتظاظ، والتي تعاني منها الجامعات خصوصاً تلك ذات الاستقطاب المفتوح، حيث يؤدي الضغط الطلابي الكبير إلى نقص في البنية التحتية والتجهيزات المتاحة لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الطلاب. هذا بالإضافة إلى ضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، ما يقيد قدرات الجامعات على دعم الابتكار والإبداع الأكاديمي. كذلك يعاني القطاع من تحديات تتعلق بمشاكل الشهادات الجامعية وعملية التسيير الإداري داخل المؤسسات، حيث تسود اختلالات تؤثر على كفاءة النظام التعليمي وجودته.